السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا النهاردة الفيديو بتاعنا هيكون عند الارانب وعند الطيور، وجايبة شوية اعلاف كده، وحابة اوريكم وحابة اتكلم معاكم شوية كلام مهمين. بس قبل ما نبدأ يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مبدئيا كده يا جماعة، في سؤال اتكرر اكتر من 3-4 مرات في كومنت على القناة التانية، بتقولي يا مرحاب لو الارانب لسه صغيرة مش بترضع اكلهم ايه؟ بالله عليك رد عليا. بص انا هوريكم على الطبيعة يا جماعة، وناس كتير قوي سألتني بتاكلي علف ايه، وناس كتير قوي ما تعرفش ان انا عندي قناة تانية وبتسأل وديتي الارانب فين، وديتي الحاجات فين. كل دي شكاير اعلاف، وكل ده خير وكل ده رزق. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم وسع ارزاقنا يا رب العالمين. بصوا يا جماعه، صلوا على حبيب المصطفى، حطوا لي لايك للفيديو. لو اخدتوا بالكم هتلاقوا دهيت تعليقه. وفي اخت سالتني قالت لي يا ام رحاب، هو العلف التسمين مش غلط؟ ما بيسمنش الارانب؟ مش غلط على الارانب اللي بترضع؟ هقول لك كل ده في الفيديو. بصي انا مأكله علف تسمين اهو على علف ارانب. اولا يا جماعه، انا بقالي فتره طويله قوي ما بجيبش الشكاره الصفرا دي. الشكاره الصفرا ديت مرضعات، انا بستبدل المرضعات باللي هي الدقهليه اللي هناك ديت، فانا بستكفى بالتسمين وخلاص، لان التانية دي بتزود اللبن. فانا بقالي فتره كده بجيب تسمين، انا كده كده بجيب شكارتين وبقلب عليهم الشكاره التانية ديت عشان يكفوني الاسبوع او اقل من الاسبوع. بسم الله الرحمن الرحيم. انا لسه جايبه الحاجات ديت النهارده، لسه جايبه العلف ده النهارده يا جماعه. انا باكل علف ابو سمره، في ناس كتير قوي مش متوفر عندها علف ابو سمره. اهي دي الشكاره بتاعت ابو سمره المرضعات اهي، مرضعات. في ناس مش متوفر عندها ابو سمره ومتوفر عندها حاجه تانية زي سوبر رابت او اسامي كتير ايا كان بقى النوع. بس انا بقول لكم على النوع اللي انا ماشيه عليه بقالي اكتر من سنه وشويه، اللي عليه لونها خضرها حلو ازاي، تحس ان هي طازه طازه كده وفريش وفيها لمعه كده، والارنب بيحبها وبيحب ريحه. افضي الشكاره التانية دي كمان الاول. الطشت اللي عندي مش هياخد الكميه كلها، فضيت فضل ربع الشكاره. انا عن نفسي كشكل القليقه كده انا مش شايفه ان في فرق، شايفاهم هما الاتنين زي بعض هو واحد. بس طبعا الفرق فين يا جماعه؟ الفرق في التركيز. في فرق بين تركيز المرضعات، نسبه البروتين والحاجه اللي فيها، وفي فرق بين التسمين. عندي بقى الشكاره الثالثه وديت الاهم اهي، الدقهليه. الدقهليه للدواجن دي فعلا هي ماركه مسجله، انضف عليقه اشتغلت فيها. في الايمان برضو، الايمان كويسه، بس انا بكلمك على الحاجه اللي متوفره عندي واللي انا باكل منها الارانب بتاعتي اهو. يا ام رحاب انت كده بتبهدلي الدنيا. بصي يا حبيبه قلبي، ده انت كده بتروقي على الارنبه خالص. الارنبه ديت زي الست بالظبط. العلف ده اهو دريس برسيم ناشف مجفف، ومدخلين له شويه ذره على شويه مش عارف ايه، وخلطينه كابسينه. العلف ده هو بقى فول صويا على ذره على قمح على مش عارفه ايه، شويه حاجات متركزات ياما كده. بتشوفوا انتوا بتعمل ايه في الفرخ الابيض؟ مسافه 30 يوم بيكون الفرخ الابيض عامل ازاي. سيبوني بقى انزل شويه وارجع لكم تاني. بصوا يا جماعه، انا قلبت اهو كله على بعض، فضيت نص الشكاره دي او ازيد اهوت. بسم الله، فضيت نص الشكاره ديت، ولو الطشت ده كان خد كنت هفضي كمان شويه. بس انا ما نجيب حاجه بقى ناخد فيها نعلف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك، اللهم زد وبارك، اللهم زد وبارك. عندنا ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، بسم الله ما شاء الله. الامهات اهيت والعلف قدامكم على الطبيعه اهوت، مش بصور حاجه وداري منكم حاجه تانية، لا اهو
بعلف منه الارانب. لو ما كنتش بعلف منه الارانب في الحر النار اللي احنا فيها ديت، بصوا العلف اهو، كانت الارانب دي تموت في شدة الحر دي. وارنبة بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك معاها الانتاج ده اهو، ما تغبيش، ما كانش يبقى الارنب بالجمال ده. ارنب اهو لسه ما كملش ايام بسيطه خالص، والارنب حلو خالص اهو. بس انا بشوف الكاميرا ما شاء الله تبارك الله يا جماعه، والله العظيم فل الفل ما شاء الله، انتاج عالي وحاجه نظيفه وتمام التمام زي الفل اهو. والارانب كلها زي بعضها، مفيش حاجه موحده. يعني ايه مفيش حاجه موحده؟ يعني مفيش ارنب مصروم وارنب مش مصروم وارنب رفيع وارنب مليان، لا، كل الارانب مربربه وحلوه وما شاء الله تبارك الله امت. وجايبه تشكيله كويسه وجايبه كميه كويسه كمان اهي ما شاء الله تبارك الله، اللهم زد وبارك. والتانية برضو اهي ولسه عندها انتاج جوه اهي. العلف ده بقى مش بيضر الام يا جماعه، بالعكس ده العلف ده بيخدم الام، بيوفر كميه اللبن. اولا بيزود اللبن. بصوا الانتاج اهو ما شاء الله تبارك الله. هو اسمر يا سمره نايم، مش عارفه ارفع قوي عشان العلفه هتقع. بصوا العلف ده يا جماعه البتاعه مخرومه من تحت انكسرت، ضربت بيها الديك امبارح، الديك الحجازي الصغير وكسرها لي، عدم الفراخ ناشف. بصوا على ما بعلف ببقى عامله ازاي، يا دوبك على ما علفت وجيت بس والله عبايتي كلها، يعني انا كلتي شعر، يعني عباية خلاص راحت لحالها كده، لازم تتقلع، ما ينفعش اطلع بها الشقه فوق بقى، عامله شكل ما اكون كنت واقعه في. اللهم صل على سيدنا محمد كامل النور. بصوا يا جماعه ما شاء الله تبارك الله. هم الارانب اهي ديت ام مع عيالها، وعيالها فوق همت معاها. الارنبه اللي هي البيبي البرتقاني ديت هي وولادها الاطفال بتاعتها اهي، بحطهم. كان المفروض ان انا طلعت دي كمان، بس انا ما عنديش مكان يا جماعه، عندي الاماكن مزدحمه بالسكان. اللهم بارك، ربنا يرزقنا ان شاء الله ونبيع منهم شويه ونخف. العمل ده مطلوب مني شويه كويسين، يعني ربنا يتمم البيعه على خير ان شاء الله، ونبيعهم ونفضي مكان للقطف ده، عشان ما ينفعش يطلعوا كلك كده ورا امهم، عايزين يتحطوا بقى في مكان فوق. الاخت اللي بتشتكي من قله اللبن في الارنبه سواء على الارض او في المكان، اتوكلي على الله، ولو مش بتاكلي اكلي العلف ده على بعضه، لازم تقلبي ان شاء الله يا رب. لو هتجيبي سوبر مرضعات بس او هتجيبي تسمين بس، اهم حاجه تقلبي عليه النامي بتاع الارانب بتاع الفراخ، وبنسبه معقوله، يعني الربع والتلات ارباع. مش هقولك قلبي شكاره على شكاره، لا، انا ممكن اقلب شكاره على شكاره عشان عندي الارانب واخده عليها وتعودت على اكلها. انتي ممكن تقلبي 3 كيلو علف ارانب، تحطي معاه كيلو بس علف فراخ، وفي اول ما تحطي كمان ممكن تحطي اقل من الكيلو. بس اهم حاجه ما تعطشيش عشان الحر، العليقه دي بتشرب ميه والدنيا حر نار. انا دلوقتي بعد العصر، المفروض ان الارانب دي انا ما بحطلهاش غير المغرب، انا طلعت لقيتها مخلصه، المفروض ان انا ما بحطلهاش غير المغرب، ولو هم عطشانين بس بحط لهم ميه. شكلهم كده البزازات عندي فيها مشاكل بتخر. بصي ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، مستقنيسين من الحر. شكلهم عطشانين يا جماعه، شكلهم كده بيقول ان هم عطشانين. وانا مليانهم الصبح قبل ما امشي، كنت في سيدي سالم مليانه اهو. امال في ايه؟ في ايه يا صغننه؟ في عندك مشكله في البزازات؟ ما ميه يا صغننه. انت بتجري ريح فين؟ بص الميه نزلت في ودنه. جه زي الطلقه. سبحان الله، انظر الطفل الصغير. المره ديت جايبه ابيض كتير قوي ما شاء الله تبارك الله. وانتي صغننه، انتي عندك ميه يا اختي؟ كنت عطشانه. مين اللي كان عطشان؟ يلا يا ولاد مش شلون ده جميل ازاي، عسل وامهم عسليه.
اللهم بارك يا رب. المفروض ان انا ما اعلفش دلوقتي خالص، المفروض ان انا هعلف اخر النهار بقى عشان خاطر الارانب، بس انا خلاص علفت مش هعلف بالليل بقى. والجردل ما شاء الله عندهم مليان ميه. كنت هنا دلوقتي بطلع شغل الناس، بصور شغل للناس، ولقيت الارانب الذكوره. انا طبعا فوق كده ما بشوفش، ببص بس وخلاص، لكن ما بشوفش اوزان ولا اعرف ايه، وببقى حاطه الذكوره مع بعضها وحاطه النتايات مع بعضها. اتفاجئت ان الذكوره عامله في بعض عمايل سودا، ففكرت في فكره بس مش عارفه هعرف انفذها ولا لا. فاكرين الاوضه ديت؟ الاوضه دي وش الخير ووش السعد عليا. الاوضه دي ادم الخير. اول ما جبت ارانب خالص وطلقت كانت في الاوضه ديت. فانا دلوقتي مش عارفه احط فيها حاجه عشان انا حاطه فيها الرومي اللي مبهدل لي الدنيا ومش عارفه اعمل منه حاجه ده. فانا دلوقتي عايزين ايه؟ زعلانين كده ليه؟ اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. انا دلوقتي يا جماعه عايزه انقل الارانب اللي هناك ديت في مكان، اللي هي الذكوره، عايزه انزلهم على الارض يجروا من بعض. حتى لو واحد ضرب واحد هيجري منه بعيد، مش هيبقوا ايه في مكان واحد ضيق كده يعوروا بعض. تعالوا نشوف سيبنا من الرومي ده. ابو كبره والمدام بتاعته جنب منه، والتانيين دول انا كنت شارياهم. انت عملت ايه يا حلو؟ هو انتوا بتونسوا بعض؟ ايه اللي حصل هنا؟ انتوا شايفين اللي انا شايفاه؟ بصوا انا طلعت الذكر ده. مش عارفه انور لكم اكتر من كده لان المكان هنا ضيق. دول ذكور يا جماعه، دي ذكر ريكس اللي اتفاجئت بيه ما شاء الله. اوزانه معديه ال2 كيلو ونص، داخل على 3 كيلو. وهم ساعه ما شافوه جم جري وراه الاتنين وقاموا وسابوا البيض. طب انا عايزه اجيب كمان شويه ذكوره على هنا، والمكان ده كده مش هينفع عشان خاطر فيه البطتين. قولوا لي اعمل ايه ولا اعمل ايه؟ هطلعهم فين؟ وتحت السلم انا بحط الفراخ الكتاكيت اللي انتوا سامعينها عماله تصوصو. احط فين بقى؟ نجيب شويه ارانب ذكوره نطلعهم هنا. طب استنوا كده، بصوا يا جماعه الذكر ده انا هوريكم حاجه. الذكر ده كبير، المفروض ان هو يعدي 3 كيلو وزن. بصوا افتح رجليك. بصوا شايفين الخصيتين ساقطين تحت بره خالص اهم. يا ابن الجزمه عورني 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 عورني، عورتيني ده انا بقول عليك خسس وهفتان. بصوا تمام. الارانب تقيله على بعضها، يعني انا حاطه 5 ارانب في عين 2 كيلو و240 جرام. لا لا لا، في حاجه غلط، في حاجه غلط 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 غلط. المفروض ده اقل حاجه 3 كيلو. هديله حقنه افيوماك لان هم بيضربوا بعض يا جماعه. ده بقى مش هتحطه على الارض، ده انا هخليه لوحده اهوت. انزل. ونزلت التاني وهحط ده لوحده كده، لان الذكوره بتذل بعضها بصراحه، بيصطادوا بعض، بيعملوا ببعض عمايل سودا. ما ينفعش انا حاطه 5 ذكوره مع بعض والدنيا حر. في الحر ده لا الارنب ياخد راحته. استنوا ما انزل الارانب. ده كان معاه في نفس العين. عايزين نشوفوا كام كيلو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. عيب عيب. 2 كيلو و700 وبينطق 800 780 جرام. 2 كيلو 780 جرام وساعات بيحول 800. ده من ايه يا جماعه؟ ده من الارانب تقيله على بعضها. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. انا والله لو وريتكم وشي بيخر ميه ازاي. الجو عند الارانب نار. هتقولي يا ام رحاب حرام عليك، انت حاطه الارانب ديت على بعضها ازاي؟ جو نار. بس انا اعمل ايه؟ ربنا يحسن لنا سوقهم ان شاء الله. ربنا يحسن لنا سوقهم. شو ضاربين بعض وعاملين في بعض ازاي؟ بصوا واكلين بعض ازاي. ده انا عايزه اوريكم، اقسم بالله وريتكم ارانب مقطعين ودان بعض. بصوا البزازه بتخر ميه. شايفين الارنب بقى من كتر الحر مستحلي نقطه الميه ديت ونايم تحتها. شوفوا
طبعا ده اكبر غلط، بتعمل له التهاب جلدي وبتعمل له قرحه في الجلد، وتبص تلاقي بقى ايه الشعر ينزل يقع كده ويعمل دايره فرشه كده، وتبص تلاقي بقى دخل في مرض جلدي بقى. بصي نقطه الميه مره مع مره تبص تلاقيها تنزل بقى هنا كده تدور كده وتعمل بقى دايره وتعمل له ايه التهاب في الجلد بتاعه، واحنا مش عايزين نوصل للمرحله ديت. انا فضيت كميه من العيون، وفي كميه لسه، لان بجد 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 الجو حر موت. هحاول اخف دولت. انا وانا فوق في الشقه والله كنت ببقى سامعه صريخهم، بس ما كنتش عارفه اعمل لهم ايه، يعني ما عنديش مكان اصلا، ما عنديش مكان، والعلف غالي. انا جايبه الشكاره النهارده ال50 كيلو ب860 جنيه. 860 جنيه ديت ما تاكلهمش اسبوع، ما تكملش 3-4 ايام. طب 3-4 ايام في 860 جنيه وتيجي تبيع الارنب تلاقي اللحم رخيص، فحرام، يبقى انا كده شغاله في الخساره. فانا بضطر بقى اسيبهم لحد ما ربنا يكرمني وابيع مثلا التربيه، او استنى بقى شوفوا البزازات عندي كلها عايزه تتغير. شوفوا الارنب، بصوا ده اللي انا بتكلم فيه، والبزازات كلها من تقل الارانب. الارانب بصوا شايفين، بصوا عمل ايه، شوفي مش طايقه حد يجي يمها. بصي ايه ده، الكاميرا باينه سودا كده، ايوه كده. ده بقى ده ذكر برضو، هنزله برضو معاهم تحت. انا سايباه ليا اشتغل بيه، بس على ما اصلح البزازات دي محتاجين البزازه الواحده ب30 جنيه. كانت ب30 جنيه، معرفش هي بايه دلوقتي. تعالوا بقى اوريكم المفاجاه بقى. الله، هنا شويه هوا عسل. انتوا عايزين لمبه؟ استنوا. ايه رايكم في الحلاوه دي بقى؟ ان شاء الله ان شاء الله، والف الف مبروك. واحده منكم تروح على البيض التاني، ما انتوا مش هتناموا انتوا الاتنين هنا. يلا. طب انت خايفه من هناك؟ روحي روحي روحي، ما تخافيش، زي بيتك واحسن. الله، ده انتوا بتونسوا بعض بقى. واحده تعدي هنا وواحده تعدي هنا. عدي على بيتك انت بقى، بس كل واحده كده. بصوا بقى، بصوا الارانب، كل دول ذكورة يا جماعه، كل دول ذكورة، كل دول ذكورة، ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك. فهم بقى اللي هيستعرض عضلاته، هو يا عم فهم اللي يستعرض عضلاته، هو عايز بقى يعمل فيها راجل. وفهم اللي استقنية زي الابيض الكاليفورني اللي هناك ده كده ونام هناك ده. طبعا هاجي دلوقتي اهوت بعد ما اخلص معاكم الفيديو انضف الريش وانضف اللي تحتهم في الارض ده، لان مكان البطتين دول بيطلعوا يعملوا حمام وبينشف، لان انا كنت سايبه الاوضه دي هنا لهم. بصوا مشكله في كده بقى. تعال ما تجرنيش وراك. ده لا 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 لا. تعالوا، المشكلة ان الذكورة بتضرب بعضها يا جماعة. تعالوا 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 تعالوا. وانا لو حطيت نتايات في وسطهم النتايات هتشتغل، وانا مش عايزة اشغل نتايات. هجيب لهم نتايتين شغالين وفاضيين. انت لا، تعالى سيبه. هجيب لهم نتايتين شغالين. لا كده هيعملوا انقلاب في الاوضه، لا حول ولا قوه الا بالله. اروح فين يا جماعه؟ شوروا عليا، اعمل ايه؟ الله المستعان يا اختي. وانتوا كمان كده هيبوظوا بيض البطه. بطنا اهو، واحده تروح هناك واحده تيجي هنا. انا مش عارفه انهين اللي هنا وانهين اللي هناك بصراحه. روحي هناك. طب ما انا ممكن احط لك ده هنا ويخوفك انت. خايفين منهم. استنوا يا جماعه ما احوش الدكر ده. النتايه دي انا حطيتها للدكر التاني، بس معرفش هي اشتغلت ولا ما اشتغلتش. عايزه اخدها كده بحالها على بعضها كده واطلقها هناك للاسودة اللي هناك دول. يلا خدها.
واحده اهي بنوته، دي بنوته يا جماعه، بدل ما انتوا عمال تلفوا كلكم ورا بعض هجيب لكم كمان واحده ولا واحدتين. دي لسه اول شغل ليها يا جماعه، ما اشتغلتش خالص، بدل ما هم بس عايزه اقول لكم ان الشباك مدخل عليهم هوا ومخليهم ايه فل الفل. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. استنى ما اجيب كمان نتايه. بصوا وكمان السودا ده اهي نتايه، بس انا كنت عايزاها توصل 3 كيلو، هي دلوقتي 2 كيلو الا جرامات. يلا مع نفسك بقى، باينه برضو جدعه. ايوه كده، ما تسيبوش يجي على البيت بتاعك. ايوه، امال اللي رايحه سايبه البيت وراكنه؟ هما رايحين يونسوا بعض ولا ايه الموضوع؟ شاطره، ايوه كده، الله يحميكم. هما يتعودوا بقى على المكان. صنعوا نقولهم كمان نتايه، والشوكولاتيه ده اهي برضو نتايه. كل دول فاضيين، 3 نتايات فاضيين يعضعضوا فيهم بدل ما هم يعضعضوا في نفسهم. بصراحه يا جماعه مش هكدب عليكم، انا كنت محتاره اصور لكم ايه النهارده، لان انا طبعا ابني مش هنا، ومش كل يوم بقى هروح اعمل عزومات وهعمل اكل ومش عارف ايه ومدرك ايه والدنيا ايه. فجيت اصور فيديو عندي الارانب، لكن ما كنتش عامله حسابي خالص ان انا انزل الارانب. ما كنتش اعرف اصلا ان الدنيا دي كلها بايظه عندي بالشكل ده. يعني عندي كميه دكوره رهيبه، ده انا لسه ما نزلتش، ما فضيتش كل العيون. عندي كميه دكوره رهيبه ومش عارفه اعمل فيها ايه. وطبعا البط ده هتبوظ البيض والله العظيم، عمالين يسيبوا البيض التاني ويجوا على البيض ده، وربنا المستعان. بصوا ربنا يستر، وسع لهم المكان واسيبهم في مركب واحده. هو لو في ارنب دلوقتي راح عند البيض اكيد بصوا زبله ومقاوح الطيار. شايفين اللي بيجري ورا الارنبه الشوكولاتيه ده قد ايه؟ حشي حشي بيضك، حشي بيضك، الارنب رايح عنده. حشي ارنب، انت انتوا الاتنين هتحشوا عند ده. طب والتاني اللي وراكي؟ طب واللي وراكي؟ انت غيرت لهم ظهرك وخلاص، وانت هتنام انت على البيض يا دي الارنب؟ طبعا البطتين دول مستغربين، وانا خايفه والله، خايفه شويه البيض دول يبوظوا. مينفعش اطلعهم من المكان ده، انا لو طلعت البطتين من المكان ده اصلا هيقوموا ويسيبوا البيض. انا كده خلاص هدخل اكنس لهم الاوضه دي حلو، انضف القش اللي هو بايظ فيها ده، واروح اجيب لهم حاجه احط لهم فيها علف، وحاجه احط لهم فيها مي. ايوه كده، ايوه كده، ما تسيبوهوش، علميه الادب، وما تسيبيش البيض بتاعك. شفت الام؟ ما تسيبيش بيضك عشان ما يجوش عليه. ادعولي يا جماعه، ادعولي ادعولي ربنا يكرمني كده، والارانب دي ما تتعبش بعضها، لان هم اغلبهم ذكوره، كلك ذكوره، ما فهمش الا ال3 نتايات اللي انا جبتهم في وسطهم بس، وربنا يلطف بينا ان شاء الله. فيهم 3 نتايات انا معدتش اهي، واحده سودا هناك اهي، وواحده بيضه اهي، والبني اهي. اي حد ما عنده عجز في الذكوره يكلمني وان شاء الله اوصله. ربنا موجود ان شاء الله، ربنا يرزقني ويرزقكم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. ادعوا لي يا جماعه ربنا يفك المحنه ويعدي الايام الصعبه اللي احنا فيها دي على خير يا رب، وفك كرب وكرب كل مكروب. بص الذكوره والله العظيم الارانب فرحانه جدا، لان هم هناك كانوا متأيدين ومتسلسلين في الحر ومحبوسين في مكان ضيق. دلوقتي بصوا اللي راقد واللي بيجري، بس المشكله بقى في الميه وفي العلف. العلف خايفه احط لهم يعملوا فيه حمام، ما بحبش الارض عشان كده، عشان الحمام، وغير كده كمان الميه بقى، الميه هيخلصوا ميه كتير والجو حر، هيحتاجوا حاجه. لو انا خرجت بره ولا كده هيحتاجوا حاجه فيها ميه. مش قادره اقول لكم انا عبايتي بقت عامله ازاي. بصوا شوفوا، بصوا عبايتي كلها كده، بصوا كمامي، شوفوا انا طلع لي فرو اقسم بالله طلع لي فرو دي الارانب واللي بيجي لي من على ارانب يلا الحمد لله، ربنا يبارك لنا ويزيدنا من الخير يا رب، وجعل الخير كله عندنا يا رب. لو قدرت اشوف مكان للرومي، بس انا ما اعتقدش ان انا عندي مكان فوق خالص للرومي. لو قدرت اشوف مكان احاول انقل، بس انا لو جبت الرومي هنا هيعض البطتين وهيكسر شويه البيض، والبيض مقرب يطلع. ربنا يكرمه بقى ويطلع على خير ان شاء الله.
يلا يا جماعه، اسفه لو طولت عليكم. اتمنى الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم، وقولوا لي رايكم. فيديو ترفيهي كده عند شويه الارانب والحاجات اللي تحت. ربنا يستر. ادعوا لي وادعوا الارانب يا جماعه، وما تنسوش اللايك والشير. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما اقفل عايزه اقول لكم، الناس اللي عايزه تربي ارضي وخايفه من الارض، والله ما في احسن من التربيه الارضي. الارنب بيجري وبيبقى مرتاح وبيبقى مستقنيص. شوفوا ارانب مستقنيصه، ولا متكتفين ولا متأيدين بمكان معين ولا الكلام الفاضي ده كله. ارنب يجري يتنطط في هوا، في كل حاجه. يلا يا جماعه، السلام عليكم، وما تنسوش اللايك.